إصابة أشرف داري وغيابه 3 أسابيع. تعرض أشرف داري أحد مهاجم فريق الأهلي المصري والمنتخب المغربي للإصابة رفقة منتخب بلاده، وذلك بعد انضمامه لمعسكر أسود الأطلس في فترة التوقف الدولي الحالية. ووفقا لما نشرته صحيفة المنتخب المغربية فإن أشرف داري غادر معسكر المنتخب يوم الأربعاء بسبب الإصابة التي يشكو منها. وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن داري خضع لفحوصات طبية تحت إشراف طبيب المغرب، والتي أثبتت حاجته للعلاج لمدة 3 أسابيع للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة الخلفية. وكشفت المصادر أن أشرف داري سيعود إلى فريق الأهلي لاستكمال برنامج العلاج والتأهيل الموضوع له للتعافي من فترة الإصابة. مفاجآت إمبابي منع إقامة مباراة فرنسا والأرجنتين. قالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نجم ريال مدريد كيليان إمبابي قائد منتخب فرنسا تدخل لدى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لإلغاء فكرة خوض مباراة ودية أمام الأرجنتين. بحسب الصحيفة فإن الاتحاد الفرنسي كان يدرس إقامة مواجهة ودية بين فرنسا والأرجنتين في مارس 2024 في خطوة وصفت بأنها قد تحقق أرباحا مالية ضخمة نظرا لشعبية المنتخبين. وأضاف للمصدر أن كيليان إمبابي حذر من المخاطر المرتبطة برحلة سفر طويلة قد تستغرق أكثر من 10 ساعات متواصلة، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال تلك الفترة، وهو ما قد يؤثر على جاهزية اللاعبين. وفي النهاية قررت إدارة الاتحاد الفرنسي التراجع عن هذا المشروع احتراما لملاحظات قائد الديوك ومتطلبات الجدول الزمني للفريق. رونالدو يطلب من النصر ضم جرينوود. كشفت مصادر صحفية رغبة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي في ضم زميله السابق في مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. جاء طلب رونالدو في ظل سعي الأندية السعودية لتعزيز صفوفها قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 سبتمبر 2025 من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الجديد. وكشفت المصادر أن إدارة النصر ستحاول الحصول على خدمات الإنجليزي ماسون جرينوود مهاجم مارسيليا الفرنسي بناء على ما طلب كريستيانو رونالدو. أشارت المصادر إلى أن المدافع الدولي إلى أتلتيك بلباو من أجل ضمان المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026. وفي النهاية يا صديقي، لو عجبك الفيديو بتاعنا ما تنساش تحط لنا لايك واشتراك جميل عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، يا أتمنى يكون عجبكم الفيديو. وفي النهاية ما تنساش تصلي على سيدنا محمد، وسلام عليكم.